السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأشهر الحرم، تفضيل بعض الأيام والشهور على بعض. الحمد لله القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. والاختيار هو الاجتباء والاصطفاء الدال على ربوبيته ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. ومن اختياره وتفضيله اختياره بعض الأيام والشهور وتفضيلها على بعض. وقد اختار الله من بين الشهور 4 حرم. قال تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أي لا تحلوا محرماته التي أمركم الله بتعظيمها ونهاكم عن ارتكابها، فالنهي يشمل فعل القبيح ويشمل اعتقاده. وقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة. ما هي الأشهر الحرم؟ والأشهر الحرم وردت في الآية دون أن تحدد أسماؤها، وجاءت السنة بذكرها. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وقال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وسمي رجب مضر لأن مضر كانت لا تغيره بل توقعه في وقته، بخلاف باقي العرب الذين كانوا يغيرون ويبدلون في الشهور بحسب حالة الحرب عندهم، وهو النسيء المذكور في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وقيل أن سبب نسبته إلى مضر أنها كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليهم لذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فينبغي مراعاة حرمة هذه الأشهر لما خصها الله به من المنزلة والحذر من الوقوع في المعاصي والآثام تقديرا لما لها من حرمة، ولأن المعاصي تعظم بسبب شرف الزمان الذي حرمه الله. لذلك حذرنا الله في الآية السابقة من ظلم النفس فيها، مع إنه أي ظلم النفس ويشمل المعاصي يحرم في جميع الشهور. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعظمون حرماته ويلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.